سلامات يا حبايب القلب، كيفكم؟ شو الأخبار؟ 4 أيام على خروجنا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، للدور الثاني طبعا لكأس العالم، لأنه نحن حتى الدور الثاني ما وصلنا، يعني الدور الثاني من التصفيات كأس العالم ما وصلنا. ولا أي ردة فعل، صمت كتير كبير، ما شفنا لا مؤتمر صحفي من اتحاد كرة القدم، مع إنه بعثة كاملة صارت بسوريا عم ينقالوا أحاديث هيك وهيك، إنه تعاقد مع مفاوضات مع مدربين، إن كان الجزائري مجد بوقرة، او اليوم طلع خبر انه نحن هلا في حكي مع تشافي المدرب الاسباني، وانه اتحاد كرة القدم بده مدرب اسباني مشان يعرف يتعامل مع اللاعبين السوريين المغتربين. طبعا هي الاقاويل اللي عم تطلع كلها مثل ما بدي اقول ابر بيت الجمهور السوري للتغطية عن الفضيحة والمهزلة اللي صارت بحق اسم سوريا ومنتخب سوريا. ما بعرف، يعني هذا الصمت، عدم تحرك، عدم تقديم استقالات الجمهور، ما يعني لساته مطالب، يعني مع الثقة والطموح اللي كان مبني على هذا الاتحاد كله فشل بعد ما اخفقنا من التأهل للدور الثاني. قصة انه اذا راح هذا الاتحاد او اذا راح شخص من هذا الاتحاد رح يفشل هذا المنتخب، رح يفشل مشروع اللاعبين السوريين المغتربين. انا بقول لا، ما راح يفشل، لانه القصة العمل ما بيتعلق بشخص واحد يا جماعة، بيتعلق بمنظومة كاملة، بتيم واحد. بيروح هذا الاتحاد بيجي اتحاد غيره، نحن بنطالب بيجي عالم من برات كل هي المنظومة الكروية، بدنا ناس جديدة، بدنا وجوه شابة، بدنا عالم تشتغل عن جد، تكون عندها فكر حديث يواكب التطورات، ما بدنا هي العالم اللي جربت مرة ومرتين وثلاثة وما طلع من أمرها شيء. بدنا نشوف نحن والكابتن جورج خوري رأيه بالشيء اللي صار، بالصمت اللي لحد الآن من المسؤولين عن الملف الرياضة وملف الرياضة بسوريا. ليش هيك لهلا ما تم اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن منتخب سوريا وعن اتحاد كرة القدم؟ خليكم معنا. صديقي مضر، يعني اكيد الاتحاد الرياضي العام صار عنده معطيات من الشيء اللي سمعناه، ان كان عن طريق الاعلام الرياضي او عن طريق منصات التواصل الاجتماعي او اي شخص عطى معلومه عن انه صار هيك قصه، وخاصه مع اللاعبين المغتربين اللي اخذوا مصاري ليجوا يلعبوا، او مثلا قصه محمود داوود كيف ما قدر يمثل المنتخب، شو المشاكل اللي صارت معه، مين مسؤول عن هاي المشكله، مين سمح لبعض اللاعبين باخذ اذن، هل اداره المنتخب هي اللي سمحت للاعبين ما يجوا، ولا اللاعبين هن اعتذروا، في موافقه كان او ما في موافقه. كل هاي الامور انا بعتقد صار في معطيات عند اتحاد الرياضي العام، لانه يعمل لجنه يحقق بهالامور، او اذا في امور ثانيه، والاهم انه يكون في محاسبه. يعني انت فيك تسائل وفيك تحقق، اذا هذا الشيء مزبوط لازم يتحاسب، اما اذا كان كل هذا الكلام ما انه مزبوط وما له شيء من الصحه، فانا برايي نشوف موضوع المده اللي باقيانه لهذا اتحاد كره القدم اذا ما بده يستقيل، وان شاء الله يجي مدرب لو انه سيفي قوي او هو مدرب جيد عالميا، بس انا بدي اشوفه مع منتخب سوريا. يعني هي النقطه تبعي اللي انا عم بشوف اي مدرب بده يجي انا بدي راقبه مع منتخب سوريا، ما لي علاقه شو عامل بالماضي، بس انا برايي شوفوا شو عم يعمل مع منتخب سوريا، هل سيغير من طريقه لعب المنتخب السوري، هل سيوظف بعض اللاعبين بغير محلات كانت موظفه مع كوبر، هذا كله بنتركه له. بالاضافه لانه يعني بتمنى انه يكون على اقامه دائمه بسوريا، يعني لازم يكون على اقامه دائمه بسوريا، والاهم 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 انه انتقاء اللاعبين تكون عن طريقه فقط لا غير. يعني ما بدنا حدا من برا يقول لهم انا في عندي لاعب، يعني اقل ما يمكن اذا حكوا عن لاعب موجود باي بلد لازم يطلع حدا عن طريق المدرب يشوف هذا اللاعب من خلال الملعب. يعني ما بدنا نبعث فيديوهات او نبعث بس اسماء عم يلعبوا بالدوري الاوروبي او اي دوري، لذلك انا بقول لازم نراقب اللاعب بمحل ما عم يلعب، وهذا شيء كثير مهم. والاهم انه بتمنى يكون معه كادر كامل مع هذا المدرب الاسباني، بحيث انه يكون مسؤول عن كل شيء من خلال وجوده مع المنتخب. وقت الواحد بيكون عم يشتغل بشكل صح اكيد بدك تشكره، بس انا ما بعتقد اذا استقال السيد عبد الرحمن الخطيب من اتحاد كرة القدم انه يتوقف استقطاب
اللاعبين المغتربين، وبعتقد رح يكون مساعد للي ممكن يجي بعده. واذا ضل اكيد يعني التجربه اللي عملها واللي صارت معه بالنسبه للاعبين المغتربين، بعتقد تطورت عنده الافكار كيف لازم يتعامل معهم، وهذا شيء كثير مهم بالنسبه للاعبين المغتربين. اقاله صعب، يعني ما فيك تغيب اتحاد كره القدم، لانه بعتقد متحاسب عليها من الاتحاد الدولي او الاتحاد الاسيوي. بس بعتقد انا يعني اذا مثل ما حكينا ببدايه حديثنا، اذا كان في معطيات للاتحاد الرياضي العام بانه في اخطاء هي اللي ادت لفشل منتخبنا، فاكيد لازم ينضغط على اتحاد كره القدم للاستقاله، وهذا كثير مهم، خاصه في وقت بعد، لانه اذا اجى حدا بعدهم انه يرمم اللي عملوه